بس دم يا ابوي، بس دم يا ابوي، ما تسيبوش يا ابوي. هسيبه كيف؟ مش هينفع، دي معاه اثباتات عليه. ماشي معاه اثباتات عليه. خد مني قلبكم ورا. مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. والنهارده هتكلم معاكم في القضيه الاكثر اثاره للجدل والاكثر غموضا في مصر في 2025، قضيه دلجة. ايه اللي حصل وايه تفاصيل الجلسه الاولى من المحاكمه للمتهمه؟ هحكي لحضراتكم التفاصيل كامله. دايما الصوره مش بتظهر الحقيقه، ولكن ورا الصوره بيكون هناك كواليس قد تكون هي الحقيقه. النهارده هحكي لحضراتكم كواليس المحاكمه الشهيره في قضيه دلجة وكواليس محاكمه المتهمه. ايه اللي حصل جوه قاعه المحكمه وخارج قاعه المحكمه. طبعا المحاكمه كانت على صفيح ساخن، وهحكي لحضراتكم كل المشاهد اللي حصلت داخل المحكمه وبره المحكمه. اول مشهد حصل، الكل قاعد منتظر المتهمه توصل. اتفاجئنا بدخول المتهمه شايله طفل رضيع، وولدت هذه الطفله او هذا الطفل في خلال فترة التحقيقات، فطبعا كانت داخلة، ولكن كانت المفاجأة حواليها حراسة مشددة. الحراسة المشددة يعني اتفاجئنا وجود لواءات، مقدمين، ضباط، رتب أعلى من إن أفراد عاديين يأمنوها، لكن كانت حراسة فعلا مشددة. وده طبعا تأمين ليها، الناس فكرتها شخصية مهمة، لكن الموضوع مش كده، لكن كان تأمين ليها علشان محدش يتعرض ليها من أسرة الضحية أو أسرة الضحايا اللي كانوا موجودين في نفس القاعة. طبعا أول ما دخلت الأسرة حالة انهيار، حالة حزن وحالة صراخ في المحكمة. الكل اتفاجئ بدخول المتهمة. طبعا هي دي اللي قتلت 6 أطفال ووالدهم السابع، فطبعا كانت الأسرة في حالة صدمة، ما كانش قدامهم غير ان هم يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. دي الكلمة اللي سمعتها من عم الأطفال أثناء دفنه في جنازة الأب، وهو كان آخر ضحية من ضحايا هذه المتهمة. المتهمة كانت داخلة لابسة أبيض فابيض وكأنها ملاك من ملائكة الرحمة، ولكن هي عكس ذلك، هي سفاحة القرن وهي سفاحة 2025. المتهمة داخلة وباين على وشها الشحوب. المتهمة من ساعة ما دخلت لنهاية الجلسة ما شفناش منها دمعة واحدة، وكأنها عندها يقين باللي هي عملته، ومتيقنة تماما بالعقاب اللي هي منتظراه او الكل منتظره وهو الإعدام. لذلك ما شفناش أي دمعة نازلة من عينيها أو أي ندم خلال جلسة المحاكمة. قعدت المتهمة مع طفلها الرضيع وحواليها حراسة مشددة، لواء، مقدم، ضابط، رائد، مباحث، كلهم محوطينها علشان خايفين عليها لحد يتعدى عليها او حد يعني يتهجم عليها من أسرة الضحية اللي كانوا في غليان، في حالة غليان. الأم والجدة والجد والعم كلهم قاعدين في حالة غليان وحالة يعني يرثى لها بصراحة، خصوصا لما شافوا اللي قتلت ولادهم وقتلت ابنهم وقتلت جوزها موجودة قدامهم وهي داخلة شايلة الطفل الصغير. وكانت يعني مشاهد صعبة داخل قاعة المحكمة. زي ما قلت لحضراتكم مشاهد محكمة على صفيح ساخن. أمين الشرطة طلع من الباب الخلفي وخبط على منصة القضاء وقال محكمة. الكل وقف وكله احترم القضاء، واللي هيقول كلمة عدل واللي هيستمع لأول جلسات محاكمة دلجة. السادة المستشارين دخلوا وكانت الهيبة والوقار عليهم، والكل وقف احتراما وتقديرا لمنصة القضاء وقضاء مصر العادل، وكله عارف ان احنا في دولة قانون وان المجرم هياخد عقابه، وكانوا على يقين بان القاضي هيسمع وهيحكم بإذن الله بالقضاء العادل وبالقصاص العادل. القاضي بدأ يسمع المتهمة وبدأت تتكلم وتدافع عن نفسها، وده كان مشهد إنساني ويدل ان احنا في دولة قانون، واللي احنا يعني في دولة فعلا بتمثل القانون، وان كل واحد رغم هذه الجريمة البشعة ورغم اللي عملته ولكن القاضي بيسمع ليها، وكان يعني بيتعامل معاها بإنسانية. حتى كمان وهي شايلة الطفل الصغير أمر اللي هي تقعد عشان يعني مراعاة للطفل الصغير اللي هي شايلاه. بعد ما سألها القاضي وقال لها انت عملتي ايه وايه اللي انت عملتيه بالظبط، تعالوا نسمع المتهمة قالت ايه. تعالوا نشوف ونرجع نكمل معاكم تاني. بتزن عليه عشان يطلعك. جيم سين سبب صوت يا اساتذه. وضعي سبب وضعي اسمها سبب وضعي. المادة السامة
المجني عليهم جيم عشان ضرتي كانت عايزة جوزي يطلقني. سين. طب انت تعرفي الكمية اللي انت حطيتيها دي تأذي ولا تموت؟ حطيته وخلاص. سين. وما مدى علمك للكمية التي قمت بوضعها من تلك المادة السامة للمجني عليهم ومدى جسامة الضرر التي يمكن أن يلحق بالمجني عليه. دي أنا معرفش. طيب حضر عملت ايه بالظبط؟ انا عايز اتعلم صوتك عشان اسمع. سين. وما الذي قمت بفعله تحديدا جيم انا كنت بحط لهم الماده ديت في العيش، صح؟ طب انت زودت الجرعه، تاني مره زودت الجرعه. ليه؟ أول مرة العيش الكاين الدفاع الحاضر مع المتهم. والدفاع الحاضر مع المتهمه. هل هي سين مع الدفاع الحاضر مع المتهم. العيش ده كنت بتبعت لي لحد تاني غير جوزك وعياله، يعني والده ووالدته كان باكل من العيش ده ولا؟ صيغ السؤال بتاعك. صيغ. سين. هل قمت بإرسال الخبز إلى والد المجني عليه ووالدته؟ هل قمت بإرسال الخبز إلى والد المجني عليه ووالدته؟ جيم. أيوه. بعد كم مرة عيش؟ بعد كم مرة خبز؟ وكم عدد المرات التي قمت بإرسال تلك المخبوزات إلى المجني عليه؟ بعت كم مرة العيش؟ وهي حاطة فيه سم ولا مش حاطة فيه سم؟ لا المقال إن فيه سم. ها؟ المقال إن فيه سم. كم مرة بعت؟ والمحكمة أوضحت صيغة السؤال عما إذا كان الخبز الموضوع فيه المادة السامة أم الخبز العادي المعتادة على إرساله. بعت لي خبز أنت لأبوه وأمه، صح؟ كان في سم ولا ما كانش في سم؟ ها؟ جيم. أنا بعت لأبوه وأمه خبز بس ما كانش فيه سم. هي كانت بتعمل حجنة وحجنة، يعني حجنة للأولاد لزوجها
حجم لا دي حسب المده بقى الجزئيه دي مهمه جدا. اسالها اللي انت عايزه. سين لما كنت اثناء الخبيث كان بتعملي لزوجك والاولاد حاجه والحماكه حاجه تانية ولا كله في مكان واحد؟ حتى الادوات المستخدمه. لما انت عملت لحماكي وحماكي يعني في نفس التوقيت اللي انت حطيتي فيه السن ولا قبل ولا بعد؟ ها؟ في نفس التوقيت، بس كنت حاطه في سن ولا ما كنتش حاطه في سن؟ ها؟ سيبك السؤال، سيب السؤال بتاعك. ده كان رد المتهم على القاضي، واللي طبعا سمع لها وسمح لها اللي هي تتكلم وتطلع كل اللي جواها، وده حقها. يعني القانون يعني زي ما بيقولوا كده المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طب ايه اللي صدر بعد كده؟ صدر قرار بتأجيل المحاكمة، وفي انتظار لسه هنسمع طلبات المحامي. بعد ما سمعها سيادة المستشار رئيس المحكمة خلاص قرر اللي هو يسمع المحامي بتاعها، فبدأ اللي هو يسمع المحامي ويسمع طلبات الدفاع اللي اتكلم وقال فيها. تعالوا نشوف الاول المحامي قال ايه ونرجع نكمل معاكم. يا فندم يبقى في وحده المباحث بتاعتنا، لكن انا داخل مديريه امن المنيا ليه؟ وان المتهم يروح مديريه امن المنيا ليه؟ تمام؟ انا المختص النهارده مجري محضر التحري وحده مباحث مركز شرطه دمياط. لان من خلال ده تمام احتياطيا المحكمه تصرح لي باعلان شقيقها وشقيقتها مصطفى احمد عبد الحكيم وساره احمد عبد الحكيم اشقاء المتهم. يا فندم لو المحكمه تبقى ريحتنا، لان احنا برضو مش، لا المحكمه تعرف تجيبها، انا مش هعرف اجيبها. لا مش هعرف اجيبها. اكون صريح مع حضرتك، انتوا بتدوا امر، لكن انا بطلب رجاء، وممكن يقول لي لم يستدان لم يتواجد، مش هيقول لي الكلام ده للمحكمه لكل الطلبات. لو المحكمه طالبه حاجه توصلها لي في الطلبات وانا السمع والطاعه اعملها. تمام مفيش مشكله يا فندم. طلب ضم المحضر المحرر بالامومه والطفوله بدير مواس الخاص بالكشف الطبي على احد المتوفين الى رحمه مولاه، لان في اقوال الصغار، في اقوال بسبب الواقعه دي الامومه والطفوله عملت محضر وقت القتل دي. لا انا مش معايا رقم، لان ده في جهه اداريه ما بيبقاش فيه محضر غير الارقام بتاعتهم جنب تاريخ الواقع. 5/7 بعد الواقع. بدل مواد المحضر الخاص بيه. وطلب ضم حفظ الاطفال جايين مين الطفل اللي كان طبيعي في اتجاه تاني خالص. الصغار اللي اتسالوا قبل وفاتهم في اتجاه تاني خالص في الاوراق مع مناقشه الطبيب النفسي. قبل ما يموت ان الوالده نفسها في شك من ناحيتها. ماشي يا فندم، احنا من ده واجبنا كدفاع. هي موجوده في الورق. طب المحكمه تديني تصريح. انا هجيب لك. ماشي. والمحكمه تاخذ بما تاخذ وتترك بما تترك. وطلب ضم حفظ الزجاجه التي تحتوي على مبيد حشري على المعثور عليه خلف منزل شاهده الاثبات الاولى. لقيوا كده زجاجه مبيد حشري وتم تحريزها. الزجاجه دي اتوجدت فين؟ خلف بيت ام الاطفال اللي هي شاهده الاثبات. فعايزين نشوف ايه المبيد ده وايه تاثيره عشان الراجل لما يجي بتاع السنون يقول رايه فيه قدام المحكمه، لانه لم يقع ولم يفصل. موجود في التحقيقات وقال الطبيب الشرعي قال ان هو لا يسمى بالمحكمه. ما هو برضه اللي كان بضبطه وقال ان هو تم استخدامه، قال له سبب رقم بسيط. ايوه كان ايوه موجود في الورق. بس المبيد الحشري اذا كان هذا المبيد ده
اشرح. انا النهارده يا فندم لقيته بيتحسن. تمام؟ تمام يا فندم. طب احنا عايزين نعمل مقارنه ما بينه وما بين المبيد اللي خالص اللي هو كان المبيد الثاني سامي يا فندم. الناس قالت بصوا ده احد الشهود اللي انا طلبته من المحكمه ان انا لان احنا ما بنقولش المبيد الحسن ده على الطماطم وبعد كده بنمسحها بالجلابيه وبناكلها. المبيد اللي قال ان هو قاتل بطبيعته. لا، ما هو النهارده في لغز احنا عايزين نوصل له. وانا عشان كده سالت كده اعلامي الناس اللي ممكن فيه انا عارف عشان يكسب. انا عارف المحكمه بتدور على ايه؟ المحكمه بتدور على اي دليل ادانه او دليل براءه. الاثنين سيان. لكن انا بتكلم فيه يا فندم ان انا المدير الحسن ده ايه سبب وجوده هنا؟ لان الست دي كلب الذكر اللي دي فيها وقائع سلب الجواز ووقائع سلب الاشياء كده. انا بتكلم النهارده في لغز، في علامه استفهام. انا مش هاخد اتجاه او اعتناق دون الارض. دفاع المجني عليه والفن بيعترض على هذا الحديث لانه غير موجود بالاوراق. بعد كده الأم وهي والدة الضحايا الستة وجوزها بدأت اللي هي تطلع وتتكلم. رفعت النقاب وقدمت البطاقة بتاعتها: أنا أم الضحايا وجوزي المتوفي وأنا عايزة أتكلم يا سيادة القاضي وعايزة عندي كلام أتكلمه. قال لها: قولي اللي عندك. قالت: أنا بطالب بحقي وحسبي الله ونعم الوكيل في الست دي اللي قتلت عيالي وجوزي، وأنا بطالب بحقي وبالقصاص العاجل للأطفال اللي هم ماتوا بالسم على إيد هذه السيدة. عليها معليك تحب توجه المحكمه كلمه؟ احنا كده في طلبات هنستوفيها والمره الجايه. بس اسمح لي معليك، هي على لسانها قدام المحكمه قدام عداله المحكمه هي محتاجه تقول الكلام ده. عايزه اقول له طلب دعم، عايزه حق ولادي وعايزه حق ولادي واسالها هي عملت كده ليه في ولادها. انا ما عملتهاش حاجه خالص ولا شفتها خالص. والساعه حست ولادي ما كنتش شفتها نهائي والساعه اللي حصلت. عملت لها هي انا بسالها ان هي عملت لي كده في ولادي وجوزي ودمرت حياتي وخرجت. القصه دي بقى بعد ما سمع القاضي كل الأطراف خلاص تم إصدار قرار بتأجيل الجلسة للدور الأول من شهر 10. إيه بعد كده اللي حصل؟ بعد ما رفعت الجلسة بدأ الجد ينهار: دول 7 يا ناس، دول 7 يا ناس، دول 7 يا ناس، دول 7 يا حكومة. ده كان رد الجد أول ما رفعت الجلسة وتأجلت الجلسة للجلسة الجاية للنطق بالحكم أو لاستكمال الجلسات للمحاكمة. يا ساتر ايه ده يا استاذ؟ ايه ده يا حاج؟ وصلى على النبي. 7 دول حق ال7 يا حكومه، دول حق ال7 يا حكومه. اوعى يا ست، خليك على جنب، خليك بس على جنب. كان رد فعل صعب جدا ومؤثر جدا. بعد ما انهار الجد وقع على الارض من طوله وفي حاله انهيار، وكمان الجده كمان حاله انهيار، والكل كان في حاله انهيار. طبعا مصيبه كبيره. 7 افراد من عيله واحده، 6 ابناء وجوزها، وطبعا كانت صدمه للاسره كلها، والكل كان في حاله صدمه وحاله انهيار داخل المحكمه. وده اللي قلنا عليه ان المحكمه كانت على صفيح ساخن. طبعا الشرطه حاولت اللي هي تهدي الناس، والناس طبعا الاعلام والصحافه كله اتوجه الاضواء على الام والجده، وطبعا كلهم كانوا في حاله صدمه. ربنا يا رب يصبرهم، وبنقدم ليهم خالص العزاء والمواساه. طلعنا اتفاجئنا بره بخناقه بين محامي الام واخوها اخو الام. اتخانقوا مع بعض وكانت مشاده بينهم وبين بعض زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل معاكم تاني. يا ابوي ده 7 ميتين يا ابوي، وبيحلى تاني واجيب لك مصر دم يا ابوي، مصر دم يا ابوي، ما تسيبوش يا ابوي، هسيبه كيف؟ مش هينفع، دي معاه اثباتات عليه. ماشي معاه اثباتات عليه. خد مني 2000 ورا.
زي ما شفتوا الفيديو. دي كانت مشادة بسبب الاتعاب او الله اعلم السبب ايه، فحصلت المشادة دي بين اخو الام او خالي الاطفال والمحامي اللي هو قدام حضراتكم في الصورة ده، واللي هم اتخانقوا مع بعض قدام باب المحكمة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان المحاكمة كانت على صفيح ساخن، الجو كان متوتر والناس كانت في حالة صعبة خاصة الأسرة، ولكن كان لينا لقاء خاص مع الأسرة، تعالوا نسمعه ونرجع نكمل معاكم. ولا بد من يوم معلوم يترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. متابعينا الكرام، متابعينا من كل مكان، ما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه الواقعة المأساوية التي هزت الشارع المصري. الكل كان في حيرة، مين اللي قتل أطفال دلجة ومين قتل أبوهم. النهاردة بعد أول جلسات المحاكمة هنسمع دلوقتي جدة الأطفال ووالدتهم. خلونا نبدأ الأول بالأم اللي كانت اتظلمت، وهي اتظلمت بالفعل. يعني حابة تقولي النهاردة بعد اللي حابة طلب بإعدامها، بس طلب بإعدامها ومحدش يدافع عنها. المفروض ما كانش أي محامي يجيب قضيتها، عشان هي ما ينفعش يدافع عنها أصلا أي حد. بس وبقول لها حزب الله ونعم الوكيل فيك. النهارده دخلت المحاكمة بدون يعني ما شفناش دمعة في عينيها، تفسر ده بإيه؟ هي كده برضه ساعة ما كانت معاهم، ساعة ما ابني توفى شفتها كانت عادية خالص، ما كانت سماه وراحت معاه المستشفى وعادي، ما كانش باين عليها حاجة. بس فصل ان هي واحدة وحشة، يعني مش مجرمة بس، أكبر من المجرمة، حاجة أوحش من المجرمة. يعني اللي بيقتل واحد بس بيسموه مجرم، يا بلدياتي وقتل 7 يسموها هي. عايز اتكلم معاكي بقى عشان انت اتظلمتي، وانا جاي النهارده عشان ارد كرامتك وارد الغيبه بتاعتك. الناس اتكلموا كتير وقالوا ده الام بعد الظهور الاول بتاعك، ناس كتير يعني اثارت الكلام عليك اللي انت السبب. فشايفه تعليقك حابه تقولي ايه النهارده للناس؟ انا ما كنت واثقه 100% ان انا ما عملتش حاجه، او ان انا ما عنديش حاجه وحشه، وما تهزش من الحكومه وما تهزش من حد، عشان انا كنت واثقه من نفسي كويس، ما كنتش خايفه من حد، وكنت واثقه ان هي اللي عملتها، عشان هي كانت بتبعت لنا حاجات فيها الحاجات دياتي. كل الخضار فضلت يجي 15 يوم بالظبط تبعت لنا في الخضار ماده بيضاء، كنا نغسلها وناكلها. جت اخر مره حطته في العيش، اخر مره هي النهايه ديت اللي قضت عليهم كلهم. هرجع لك تاني ولا تسمع جده وهرجع لك تاني. متابعينا الكرام، ما زلنا نتابع مع حضراتكم الجد والجده. الان نتابع مع حضراتكم من الحاجات دي. شكينا لما جت ام هاشم بعد دفنا 3 ومزاجها راق، قالت العجول كسرناه لقينا في حاجه زي اللبن. العيش كلوه العيال وقالوا ضمور، البطيخه كلوها منها والباقي كلوا الفروج ميت، لقحوا لهم الفروج ولا عايز. خلينا نتكلم معاك يا عم الحاج. النهارده دخلت ما شفناش دمعه في عينيها، ده تفسره بايه؟ مجرمه 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 يا ابويا، والله مجرمه مجرمه، ما اقدرش اقول غير مجرمه مجرمه. بعد ما عملت الواقعه وهي اللي كانت منفذه وعامله كل حاجه، كانت عامله نفسها اللي هي بريئه ومعاها. ايوه كانت متهمه دي بوجع راسها، وتقول كسرت المواعين ومن الكلامات دي، ودي طلعت بريه ما عندهاش اي مرض. ها قول يا حاج. اما اقول عايزين حق الاطفال، حق الاطفال اللي عدمتهم الكئيبه دي حقيقي. شرح بالمنيا ولا شرح في ملة، بعد ما دخلوا، بعد ما دفنا في الجبل في شهر 7 على الزلط، بعد ما دفنا 3 طلعناهم من القبر تاني. مش قادر يقبلهم، انا اللي بديت انا والعساكر طلعناهم من الجبل تاني، ويقولوا وشرحوهم تاني بعد ما دفنا 3 محمد وريم وعمر اطفال، طلعوهم من القبر عشان المجرمه دي هيتي موتت 7 وال7 ابوهم، ال7 ابوهم. اخر موقف كان بينك وبين ناصر رحمه الله عليه، اخر مره شفت فيها ناصر واتكلمت معاه؟ كان ضعيف يا ابني وراح المستشفى.
راح ملى وكشف الدكتور حول على ما قالش حاجه، قال لنا خلي بالكم من العيال. قالش كان حاسس يا عم الحاج. كان حاسس وداني عند طبقة فيه شقاق واتمنع عنه البراس والمية. لما راح يقول شقاق 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 في كلمة حاجة عايز اتكلم معاكي فيها. المحامي النهارده محامي المتهمة بيتكلم بيقول لك المبيد اللي كان موجود او المادة السامة اللي كانت موجودة، المبيد ده بيتحط على الطماطم عادي حسب ما كلام، لا 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 بنغسل الطماطمايه وناكلها. تعليقك ايه على الكلام ده وتقولي لا ايه؟ ده كذاب، ده كذاب ومنافق وانشنق زيها. الدولة لما بتكبر مننا فوقاتها ممنع النبات تقعد سنة وتنزل ده ما حدش سم، ما حدش شافه. هرى مصارينهم، هرى مصارينهم يا عيني. يعني دي مادة مركزة مش ايوه مركبين. مش طماطمايه عادية. لا 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 ده حاجة مجرمة زي ما هي مجرمة وعملت المجرمة. مجرمة دي حسبنا الله ونعم الوكيل في بدنها، وربنا يدينا حقنا والحكومة تدينا حقنا، حق ال7 الأطفال وأبوهم 6 وأبوهم عدمتهم لنا، مالناش غيرهم، ما عندناش غيرهم، هنجيب منين أطفال غيرهم تاني؟ البنات حلوين. الناس دارت تقدم للمدارس والثانوي على عيني عيطتها دي لي 15 يوم أقول المدارس اتفتحت يا ولادات، اتفتحت المدارس عليكم يا ولادات. مين يقول لنا تاني يا ستي يا سيدي؟ اتكلم معاكي برضه يا حاجة، ايه الدافع لواحدة تعمل كده في جوزها؟ يعني جوزها. لو هنقول غيره يا عم ده جوزها. لا ده ست يا ست ده جوزها وولادين وولادين. عندي مخاد الولد على ال3 الذكور على الموتوسيكل ولع. كان اما يدق عندها 2 معوقين. كان اما حلوين يعني الطفل الثاني معوق برضه. ما شفناهاش ما شفناهاش. دي طلعت على الاولانيه كانت اما كانت اما تطلعها باللبن والزبادي ومش اما تسقي من صدرها. خدنا من مصر ب1500 جابها. وبدنا نجيب لها العلاج من مصر عشان العيل ينضر فيها ميكروباص في بطنها كان ولا اسمه ايه. انا عايز اتكلم معاك، هي كانت بتمثل كمان اللي هي زعلانه وبتعيط يا عيني. ولا عيطت ولا عمل خالص، ولا عيطت. هي فرحت، هي فرحت في يعني حتى بعد ما هي قالت الجريمه بتاعتي والله جامده كلها عزتنا اللي عندي هي وامها واحد. الناس الغريبه احكي لي الحته دي حتى ما عزتوكوش. والله يا ابويا ما غير اول ليله جت ساعتين والتليفون النصارى والشنطه. النصارى ما يقولوا النصارى زعلانين علينا. النصارى جو عزونا جيران. وهي جت فرحت في الأول، فرحت في الصبيان، فرحت في الصبيان وموتت الصبيان في الأول، موتت الصبيان في الأول. يعني متابعينا الكرام، سمعنا مع حضراتكم دلوقتي الأسرة. ربنا يا رب، ربنا يا رب. حرام على أي محامي يتدخل وياخذ ذنب العيال. هيبقى ذنب معاه. أي محامي يقف يدافع عنها ويقول حجر ولا مش حجري هياخذ ذنب. هيضيع فلوس دم اللي هياخذها من اهله. موت ال7 حتى واحد ابوهم فلوس دم. اخر حاجه نختم بيها، تقول ايه؟ عايز ايه؟ طلبات بتطالب بايه يا عم الحاج؟ بتطالب باعدام. بتطالب بالاعدام. بالاعدام. وما اتعدمتش يبقى مش فيش دوله ولا فيش حكومه كلها. انت حاجه بتطالب بايه؟ اما طالب بحق ابني واولاده ال7. تمام. الحكومه تشد حالها معها ويدونا حق. زي ما سمعتوا لقاء الاسره وسمعنا لقاء المحامي، حصل ان المحامي الخاص بالمتهمه صدرت بيانات على لسانه، لكن هو طلع ونفى هذا الكلام وقال ان انا ما قصدتش هذا الكلام، وان انا قلت الكلام ده بناء على التحقيقات حسب كلام الشهود، ولكن الكلام ده مش بتاعي، وحسب الكلام الناس حرفت الكلام بتاعي وخدته، واللي انا كأني بقول على حته ان الطماطم ممكن يتحط عليها المبيد وناكلها عادي وما يحصلناش حاجه. جال الكلام ده استشهد بيه من التحقيقات، مش هو اللي ذكره على لسانه، ده كان كلام الاستاذ علاء توفيق المحامي محامي المتهمه، واللي نفى فيه هذه التصريحات اللي يعني اقتطعها البعض ونشرها، ولكن كانت رد الاسره على هذه التصريحات اللي فهموها غلط، ولكن رد المحامي كان يعني كان رد قاطع، قال نفى هذا الكلام ان هو ما صدرش منه هذا الكلام، واوضح للناس او يمكن وسائل الاعلام كلها فهمت كلامه ان هو بيدافع بهذه الحجه او بهذه الاشكاليه، ولكن الموضوع كما وضح المحامي ان الموضوع كله مش زي ما اتذكر او زي ما اتفهم، ولكن القصه وما فيها ان المحامي
بيستشهد بالتحقيقات او بيستشهد بشهاده شهود في التحقيقات ان الموضوع ده من التحقيقات مش على لسانه الشخصي او مش هو ده الدفاع اللي هو بيدافع بيه. وبكده متابعينا الكرام نقلنا لحضراتكم كل المشاهد اللي حصلت داخل المحكمه وخارج المحكمه. كنت معاكم عبد الرحمن ناصر، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخر ما اختم كلامي بنقول ولا بد من يوم معلوم يترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الحلقات الجاية والجلسة الجاية ان شاء الله اللي هيصدر فيها الحكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.